فيلمنا بيبتدي مع زيادة عدد السكان بشكل رهيب، وإن في آخر سنة بس زايد معدل سكان العالم الضعف، وزاد استهلاك الأكل والشرب 3 أضعاف. والزيادات دي أدت لجفاف شديد في بعض المناطق وحدوث العواصف والتغيرات المناخية، وده اللي بيدمر النظام الزراعي والعالم بأكمله. وأخيرا الاتحاد الأوروبي بيلجأ للعلماء لمواجهة مشكلة الأكل والزراعة، وبيقدروا إنهم يطوروا محاصيل معدلة بتنتشر حول العالم لحل مشكلات النقص. ولكن مع مرور الوقت بيكون الأكل المعدل السبب في العيوب الخلقية في المواليد وحالات تعدد كتيرة، لحد ما بتيجي نيكل عالمة الأحياء وبتقترح سياسة الطفل الواحد على الاتحاد الأوروبي، وبيتم تطبيقها وبيتسمى بقانون تخصيص الطفل، اللي بيجبر كل أسرة على تربية طفل واحد بس. وبيتم نشر نقط التفتيش في كل مكان، وبيجبروا كل المواطنين إنهم يلبسوا حاجة في إيديهم زي بطاقة الهوية بتدل على عدد الأطفال اللي عنده، واللي بيكون عنده أكتر من طفل بيتم تسليمه للشرطة. وحجز الطفل في أوض نوم طويلة المدى بيطلق عليها كرايوسليب، وبيتم تخديرهم على أساس إنهم يصحوهم في المستقبل بعد حل مشكلة السكان والطعام. وبنيجي لسيجمان اللي بتتوفى بنته بعد ما بتخلف 7 بنات، وما بيكونش عارف مين الأب لأن بنته كانت منفصلة عنه من سنين. وبيتم تسليم الأطفال لسيدمان اللي بيقرر يربيهم بدون ما يسلم حد فيهم للشرطة. وبما إنهم 7 بيقرر إن اسمهم يبقى على نفس أسماء أيام الأسبوع، وبيتم تسجيل ال7 بنات في السجلات تحت اسم واحد على نفس اسم والدتهم كارين سيدمان. وبعد 30 سنة بتكبر كارين وبتروح شغلها الصبح، وبتشوف الشرطة وهي بتقبض على طفلة ووالدتها كانت بتحاول إنها تخبيها لأن ليها أخ، وبيتم رمي الطفلة في عربية الشرطة. وبتخلص كارين شغلها وبتعدي تشتري حاجات للبيت، وبترجع بيتها وبتقابل أمن العمارة إيدي اللي بيقول لها إنها امبارح كانت تعبانة جدا عكس شكلها دلوقتي، وبتقوله إنها بتخف بسرعة. وبتقابل اخواتها ال6 وبيضحكوا سوا وهما بياكلوا ما عدا مانداي اللي بتكون قلقانة بسبب العرض التقديمي اللي عندها تاني يوم لأنها بتحاول تترقى في شغلها. وبيفتكروا جدهم ازاي ساعدهم في انهم يساعدوا بعض، وغير تصميم الشقة عشان يقدر يخبي البنات وقت ما يكون فيه تفتيش مفاجئ من الحكومة. ده غير انه ابتكر لكل واحدة حلقة شبه الأصلية عشان يتحركوا بيها، وبيبدأ انه يعود كل واحدة فيهم على الخروج يوم واحد بس في الأسبوع، وان كل واحدة هتخرج في اليوم اللي بيتزامن مع اسمها. وبيبدأ بأول واحدة وهي سارس داي، وبيعدوا بأمان من على بوابات التفتيش، وبيبان إنها بنت وحيدة. وبتروح سارس داي أول يوم ليها في المدرسة، وبينبههم جدهم إنهم لازم يتجمعوا كل يوم عشان يشاركوا التفاصيل اللي حصلت في اليوم بمنتهى الدقة عن طريق تسجيل كل اللي بيحصل في اليوم. وبتراجع مانداي تفاصيل يومها مع باقي إخواتها، وبتوريهم الشرطة وهم بيقبضوا على طفل وبيبعتوه لكرايوسليب. وبتقول لهم سارس داي إن فكرة كرايوسليب مش فكرة وحشة، وإنها معترضة عن حياتها دي. وبتتخانق مع اخواتها وبتسيبهم تطلع اوضتها، وبتفتكر ايام ما كانت طفلة وخرجت في يوم غير يومها، وبترجع لهم وهي بتعيط لان اثناء لعبها وقعت واتقطع جزء من صباعها، فبيزعق لها جدها بسبب اللي حصل. وبيوقف كل بناته قدامه وبيقطع نفس الجزء من صباع كل البنات عشان ما يبقاش فيه فرق ما بينهم. وبتتعب مانداي في يومها وبتكون دايخة، لكنها بتلبس وبتنزل شغلها، وبتتعرض للتحقيق من ضابط الأمن أدريان اللي بيبان إنه عارفها وبيعديها من بوابة التفتيش. وبتوصل مانداي شغلها وبتقابل زميلها جيري اللي بيحاربها على الترقية بتاعتها وعايز ياخدها منها. وبتخلص شغلها وبيكونوا اخواتها مستنيينها ترجع البيت، والأول مرة بتتأخر مانداي برا البيت، وبيقلقوا عليها وبيحاولوا يتصلوا بيها وما بتردش. وبيجي يوم التلات وبتجهز ساترداي أختها عشان تنزل شغلها عادي ولا كأن حاجة حصلت لمانداي. وبتحاول سارس داي إنها تهدي تيوزداي وتقول لها إن مفيش حاجة وحشة هتحصل لهم. وبتنزل تيوزداي من البيت وبيقابلها ايدي وبيقول لها إنه ما شافهاش رجعت امبارح، وبتقوله إن الشغل كان كتير وإنها رجعت بعد ما ساعات عمله ما خلصت. وبتكمل طريقها لبوابات التفتيش وبتعدي منها وبيطمنوا اخواتها عليها لحد ما بتوصل البنك بتاعها، وبتلاقي نفسها اترقت امبارح. وبتجيلها السكرتيرة بتاعتها وبتسألها تيوزداي عن آخر مرة سجلت خروجها من البنك امتى،
وبتقول لها انها خرجت بدري عشان تحتفل بالترقية في حارة هنري، وبتروح تيوزداي عليها، وبتعرف من الجرسونة ان مونداي جت وشربت كاس وجه زميلها جيري واتخانقوا قبل ما تمشي. واول ما بتطلع تيوزداي بيتم إلقاء القبض عليها من قسم التخصيص، وبتتفصل من على شبكة التتبع هي كمان، وبيتأكد اخواتها ان في حاجة بتحصل. وبتوصل مبنى التخصيص وبيشوفها أدريان وهي داخلة، وبتقابل الدكتورة نيكولين اللي بتقول لها إن قد إيه جدها كان أناني عشان يربي 7 بنات ويحرم أسر تانية من الأكل، وإنها لازم يحصل فيها زي ما حصل لأختها. وبيكونوا حددوا مكان ال5 الباقيين، وبيستنوا كل الإخوات أي أخبار عن تيوزداي ومانداي، وبيتفاجئوا إن في ناس بتهجم على المبنى وبيقتلوا إيدي ويطلعوا عين تيوزداي عشان يدخلوا الشقة. وبيروحوا ناحية المراية وبيفتحوها وبيهددوهم انهم يخرجوا من مكانهم، وبتهجم عليهم سارسداي وبيحاولوا انهم يقضوا عليهم وبينجحوا، لكنهم بيخسروا سانداي وبتموت وسط اخواتها بين ايدين سارسداي. وبتقدر فرايداي انها تتعرف على بصمة العين اللي اتفتح بيها الباب وتعرف انها بتاعة تيوزداي، وبيفضلوا محبوسين في شقتهم لتاني يوم. وبيجي يوم الأربع وبتنزل وينزداي وتروح لجيري عشان تكتشف اللي يعرفوا عنهم، وبيقول لها ان المهلة اللي هو اداها لها كانت قربت تخلص، وبتهدده بالمسدس عشان يشرح لها كل حاجة يعرفها عنها. وبيقول لها انه عرف العقد اللي بينها وبين نيكول اتعملتها الجديدة، وان في نقل مبالغ جديدة هيتم تحويلها ليها، وبتطلب منه انه يوريها العقد. وقبل ما يجيب جهازه بياخد طلقة من سنايبر، وبتستخبى وينزداي في الحمام، وبتقتحم عناصر الشرطة المبنى، وبتقدر انها تقضي على واحد، وبتقطع صباعه عشان تتحكم في سلاحه اللي بيشتغل بالبصمة، وبتقضي على الموجودين في الشقة. وبتبعت وينزداي كل الملفات اللي على جهاز جيري لفرايداي وتهرب من الشقة. وبتحاول اختها فرايداي انها تساعدها في الهروب لحد ما باب الشقة بتاعهم يخبط، وبيطلع أدريان جاي عشان يطمن على مانداي بعد ما شافها في مكتب التخصيص. وبتفتح له ساترداي وبتخليه يدخل الشقة، وبتطلب منه دقيقة ورجعاله. وبتطلب فرايداي من أختها إنها تجريه في اللي بيقوله، وبتحط لها جهاز اختراق في الحلقة بتاعتها، وبتقول لها إن كل اللي عليها تقرب حلقتها من حلقته، وساعتها هتعرف تدخل على كل السيرفرات اللي في مكتب التخصيص. وبتاخده ساترداي وبتنزل من الشقة، وبترجع سارسداي وفرايداي عشان يساعدوا وينزداي في الهروب. وبتطلع على السطح وبتطلب منها سارسداي انها تنط للسطح التاني، وده الحل الوحيد عشان تهرب من الشرطة. وبتجري وينزداي وتنط، لكن بيظهر قدامها الناحية التانية العميل جو، وبيضربها برصاصة في كتفها وبتمسك في حرف المبنى، وبيقرب منها بمنتهى الهدوء وبيوجه المسدس ناحيتها وبيقتلها، وبتقع من فوق المبنى. وبتقدر فرايداي انها تفتح الملف من جهاز جيري، وبتلاقي انه عقد بين كارين سيدمان اللي هو الاسم المستعار ليهم كلهم ودكتور نيكولا اللي بتحول ملايين بشكل غير شرعي لحملة انتخاباتها لدخول البرلمان. وبيبقى تاريخ العقد نفس يوم اختفاء مانداي. وبتقدر فرايداي انها تخترق حلقة أدريان، وبتدخل على كل ملفات مكتب التخصيص، وبيدوروا في الكاميرات على مانداي وبيلاقوها محبوسة في زنزانة في المبنى. وبتصحى ساترداي جنب أدريان وبيقول لها انه لازم يجهز لان النهاردة بداية حملة نيكولين الانتخابية، وبتعرف منه ان هو ومانداي بيتقابلوا من شهر فات. وبتتصل باخواتها وبتبلغهم عن كل اللي عرفته، ولكن بيتم اقتحام شقة أدريان وبيقتلوا ساترداي. وبتكون الشرطة محاصرة شقة سيدمان وبيضربوا عليهم قنابل مسيلة للدموع، وبيحاولوا انهم يهربوا من سلم الحريق، ولكن فرايداي بترفض انها تهرب مع سارسداي وبترجع لشقتها تاني، وبتحط عبوات في الميكروويف وتشغله وتفك أنبوبة الغاز. وبتتصل باختها وبتقول لها انها بعتت كل الملفات والصور انهم 7 اخوات لحلقتها، وانها هتقدر تأخرهم لحد ما هي تهرب. وبتطلب منها انها تروح تنقذ مانداي وتبين حقيقة نيكولانت للعالم. وبتنفجر الشقة بفرايداي وبكل عناصر الشرطة اللي موجودة في الدور. وبيجي بلاغ على عربية أدريان إن في انفجار وعدة إصابات حصلت في عنوان كارين، وبيجري عليها وبيشوف فرايداي وهي ميتة، وبيكون فاكرها مانداي حبيبته. وبتكون سارسداي مستنياه وبتهدد بقتله بسبب خيانته ليها، لكنه ما بيكونش عارف ان كارين ليها اخت توأم. وبتقوله ان مانداي لسه عايشة ومحبوسة في زنزانة في مبنى التخصيص، وان اللي كانت معاه كانت اختهم، وبيقول لها انه هيساعدها عشان ينقذ حبيبته. وبتدخل المبنى على اساس انها جثة كارين، ولكن الامن بيوجهه على الكرايو سليب، وبتستلمها الدكتورة منه.
وبيكون فيه طفلة بيجهزوها عشان تنام في الكرايو سليب، وبيتقفل عليها وبيتم إشعال نار قوية جدا بتحرق الطفلة. وبتعرف سارسداي إن هما ما بينيموش الناس لكنهم بيتخلصوا منهم، وبتسجل اللي بيحصل. وبيجي دور سارسداي فبتضرب الدكتورة وبترميها في الكرايو سليب وبتقفلها عليها وبتشغل النار فيها وهي حية. وبيعرفوا إن الموضوع كان كذب وإن مفيش حاجة اسمها كرايو سليب. وبتدور سارسداي في الكمبيوتر على مكان أختها وبيروحوا لها الزنزانة اللي هي فيها، لكنها بتطلع تيوزداي اللي خدوا عينها مش مونداي. ومرة واحدة بتظهر مونداي في مكتب نيكوليت وبتشكرها على مساعدتها وتبرعاتها لحملة الانتخابات بتاعتها، وبيطلعوا انهم متفقين سوا على كل حاجة. وبتقول لها نيكوليت انها سابت اخت ليها كضمان انها مش هتتقلب ضدهم، وانها ما ينفعش تثق في واحدة ضحت بكل اخواتها، وده لانها كانت عايزة تبقى كارت سيدمان الوحيدة الموجودة. وبتفهم سارسداي اللي حصل وبتقرر انها تنتقم من نيكوليت في اجتماع الحملة بتاعتها، وبتاخد لبس تيوزداي وبتجهز نفسها وبتطلع اجتماع نيكوليت. وبيتحركوا ادريان وتيوزداي على مكان السيرفر الرئيسي وبيستخدموا شفرة فرايداي عشان يعملوا هاك على السيستم. وبتروح سارسداي الحمام وبتروح وراها مونداي وبيكون معاها مسدس جدها، وبتقول لها انها كانت احق واحدة تبقى كارين، وعملت اتفاق مع نيكوليت انها تفضل الوحيدة الموجودة وانها تساعدها في حملتها مقابل انها تحمي عيلتها. وبتصدمها سارسداي ان كل اخواتها ماتوا بسبب اللي هي عملته، وما تبقاش منهم غير تيوزداي اللي فقدت عينها. وبتهجم سارسداي على مونداي وبتحاول مونداي انها تاخد المسدس، وفي نفس الوقت بترفع تيوزداي على السيرفر فيديو حرق الطفلة. وبتستمر خناقة مونداي وسارسداي لحد ما واحدة فيهم بتمسك المسدس وبيتضرب طلقة منه وبتموت مونداي. وبتتفضح نيكوليت قدامهم، ولكن مونداي بتكون لسه ما ماتتش وبتحاول انها تقتل سارسداي، ولكن جو بيقتلها وبيقدر يتخلص منه ادريان عشان يحمي سارسداي منه. وبتكون مونداي بتموت وبتفتكر يوم ما جدها قرر انه يقطع صوابعهم كلهم وقال لها انه اذاهم لانه حاول يحميهم زي ما كانت مونداي فاكرة انها بتعمل. وبتموت مونداي وهي ماسكة ايد اختها سارسداي، واخر طلب بتطلبه من اختها انها تنقذ طفلها لانها حامل. وبتحصل ثورة بتجبر الحكومة على الغاء قانون تخصيص الطفل، وبيتم القبض على نيكوليت وبيتم انقاذ جنين مونداي التوأم، وبيتم معالجة عين تيوزداي. وبتغير تيوزداي اسمها لتيري وسارسداي لكارين سيدمان. وبتقول كارين ان مونداي عملت كل ده لانها كانت عارفة انها حامل في توأم، وانها كانت عايزاهم يبقوا في امان، وكانت فاكرة ان الكرايو سليب حقيقة مش مجرد مكان بيحرقوا فيه الناس، ولكن توأمها بقوا في امان فعلا دلوقتي بعد ما قوانين نيكوليت كلها اتلغت. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد.